أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد اختلاف مواعيد صوم الميلاد واحتفالات الكنائس. تبدأ الكنائس في مصر والعالم خلال شهر ديسمبر استعداداتها الروحية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث تختلف مواعيد الصوم والاحتفال من طائفة إلى أخرى، مع بقاء الهدف واحدا: تهيئة القلوب لاستقبال ميلاد السيد المسيح له كل المجد. وتحرص كل كنيسة على الحفاظ على طقسها وتاريخها وتراثها، في مشهد يعكس تنوعا روحيا وثقافيا فريدا داخل المجتمع المصري. وتحتفل كنيسة الروما الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر، كونها تتبع التقويم الغرغوري، ويستمر صوم الميلاد بها لمدة 40 يوما، يبدأ من 15 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر، ويعد الصوم من الدرجة الثانية. استسمح الكنيسة بتناول السمك طوال فترته، بخلاف صوم القيامة الذي يصنف كصوم من الدرجة الأولى، ويمنع فيه تناول الأسماك، وذلك تخفيفا عن المؤمنين نظرا لطول مدة الصوم. وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم الميلاد يوم 9 ديسمبر، وتحتفل أيضا بالعيد في 25 ديسمبر، مع الحفاظ على طقوسها الروحية المستمرة عبر القرون. أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فتبدأ صوم الميلاد في 25 نوفمبر لمدة 43 يوم، بينما تأتي الاحتفال في 7 يناير وفقا للتقويم القبطي. ولا تلتزم الكنيسة الإنجيلية بصوم الميلاد، ولكنها تحتفل بميلاد السيد المسيح له كل المجد في 6 يناير المقبل وفقا لتقاليدها الخاصة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.